في مجموعة الفيديوهات اللي جاية هقدم جايد للمبتدئين لاستعمال أرنولد علشان توصل لأعلى كواليتي ممكنة للريندرز بتاعتك. هقسم الجايد ده لسكاشن. أول حاجة هتبقى اللايتس، بعدين الشيدرز، الكاميرا، الايمجرز، السامبل سيتنج، والتاجز والسكاتر اوبجكت. خلينا نبتدي بأول حاجة وهي اللايتس. بعد ما بنسطب أرنولد بينزل عندنا في القائمة اللي فوق تحت أرنولد، وهنلاقي جواها الأوبجكتس بتاعة أرنولد متقسمة كاميرا، لايت، scattered objects زي دي، والدرايفرز. هنبتدي بأول حاجة وهي اللايتس، وعشان نبتدي هننزل ال IBR window، ودي اللي بتخلينا نشوف الفاينل اوتبوت بتاع الريندرز اللي عندنا. هنروح على الايكون بتاعت التلاتة لاينز دول، نسحب منها ونيجي هنا كده لحد ما نلاقي الهايلايت دوت، وبعدين نسيب كده. احنا عملنا دوكينج للويندو بتاعت الاي بي ار في الحتة. هنبتدي بان احنا ننزل بلين وفيجر. نصغر الفيجر بتاعنا نخليه 50 سنتي، ونزوم شوية عشان نبقى شايفين احنا بنعمل ايه. بعد كده هنروح لقائمة أرنولد وننزل أول لايت لينا وهو السلندريكال لايت. مش باين قوي إن في أي حاجة كبيرة حصلت، عشان كده هنعلي الانتنسيتي هنخليها 10، ونروح للفيو بورد ندوس تي ونصغر السلندر شوية، نطلعها لفوق ونعمل لها روتيت. السلندريكال لايت هو حرفيا تيوب، بس هو مش بيمت لايت من كل الفيسز، علشان كده التوب والبوتوم فيسز مش بيمتوا اي لايت. هنعلم على السلندريكال لايت في الاوبجكت مانجر، ونبتدي نشرح كل حاجة من دول بتعمل ايه. اول حاجة عندنا وهي الكالرز، ومنها بنقدر نغير لون الايميتد كالر زي ما احنا عايزين، نختار اي لون في السبيكتروم زي ما احنا بنحب. بعد كده الانتنسيتي والاكسبوجر هما غالبا بيعملوا نفس الحاجة، بس الانتنسيتي ممكن تستعملها لو انت عايز تغيرات بسيطة في اللايت، في قوة اللايت نفسه زي ما احنا شايفين هنا. محتاج ان انا اعلي حوالي 10 علشان احس بفرق كبير. على العكس الاكسبوجر لو انا زودت هنا 1 هنحس بفرق كبير على طول، يعني لو خلينا هنا كمان 2 ستيل الفرق بيكبر. بعد كده السكشن بتاع الراديوس والهايتس، ودول بيتحكموا في الراديوس والهايت بتاع السلندر اللي على الشمال ديت زي ما احنا شايفين. ممكن نتحكم فيها من هنا او من هنا عشان نتحكم في الراديوس. بعد كده سيكشن في السامبلز والنورمالايز. السامبلز بتحكم في الكواليتي بتاعة اللايت بعد ما بينزل على الاوبجكت، وكمية النويز اللي بتبقى في الدايركت والاندايركت لايتس. التشيك بتاع النورمالايز اللي هنا دوت، ده لما بيبقى معمول عليه تشيك كده وعلامة الصح دي موجودة، الراديوس والهايت مش بيتحكموا في الانتنسيتي والاكسبوجر بتاع اللايت نفسه. بس لما بنشيل التشيك ونروح هنا وندوس تي ونحاول نكبر، الانتنسيتي بتاع اللايت بيعلى والاكسبوجر زي ما احنا شايفين، ولما بنقلل حجم السلندر الانتنسيتي والاكسبوجر بيقلوا. نرجع لأرنولد سلندر لايت في الأوبجكت مانجر، نعلم عليها عشان يظهر لنا في الاتريبيوتس، ونعلم على النورمالايز تاني. السكشن اللي بعد كده فيه 3 اوبشنز: الكاست شادو والشادو دينستي والشادو كولر. الكاست شادو التشيك دي علشان لو احنا مش عايزين اللايت بتاعنا يكاست اي شادوز خالص بيقفلها او بيفتحها. الدنسيتي اللي هي زي ما احنا شايفين بتتحكم في تأثير الشادو نفسه على الاوبجكت، فممكن نعلي الدنسيتي دي او نقللها والفاليوز بتاعتها من 0 ل1. بعد كده الكولر بتاع الشادو ممكن نختار برضو اي شادو كولر احنا نحبه لو ده اللي احنا عايزينه علشان نوصل لكولر لوك معين. بعد كده في عندنا السيكشن بتاع participation بتاع اللايت في كل value من دول.
مثلا الكاميرا لو خليناها 1 بتخلي اللايت نفسه، السورس لايت نفسه visible. بعد كده في عندنا مثلا ال values بتاعة ال diffuse، ودي بتبقى ال participation بتاع اللايت دوت في ال direct diffuse وال indirect diffuse lights. بعد كده في زي ما احنا شايفين ال specular، ودي بتبقى خاصة شوية بال reflection. وبعد كده transmission SSS وال indirect وال volume، الحاجات دي هنتكلم عليها ونشرحها قدام. بعد كده في عندنا ال details tab، وفيها ممكن نستعمل ال color temperature لو احنا عايزين، وتحت التاب بتاعت ال temperature لو علينا ال values بتاعتها خليناها 9000 أو أكتر، بيتحول اللون لأزرق، وكل ما بنزود درجة الأزرق بتزيد، والعكس بيحصل لو قللنا الفاليوز درجة الأورنج لحد ما نوصل للأحمر هي اللي بتزيد. بعد كده التاب بتاعت بروجكت، ودي من أهم التابز اللي موجودة في اللايتس بتاعت أرنولد واللايتس عامة، ودي مسؤولة عن لو أنا عايز أخلي اللايت بتاعي ما يأثرش على objects معينة أو يأثر على object باين. بمعنى دلوقتي هي فيها two modes exclude و include. exclude لو احنا حطينا الفيجر مثلا فهو مش هيأثر على الفيجر خالص، ولو خليناها include فهو هينور الفيجر بس. بعد كده من اللايت تاب خلينا نقفل ال viewport preview، كده كده مش بتأثر على ال final render، هي بس بتأثر على ال viewport. ونغير ال cylindrical دي نخليها disk. نروح للمين تاب، نعلي الانتنسيتي ل10 ونشوف السكشن التاني اللي فيه الراديوس. وزي ما احنا شايفين الراديوس ده مسؤول عن الراديوس بتاع الديسك لايت نفسه. بعد كده في الاوبشن بتاع لوك ات، وده بيخلي اللايت يبص في كل الاوقات على اوبجكت احنا نختاره، فممكن نسحب الفيجر ونحطه في التاب دي، ونحاول نحرك اللايت من على الفيو بورد كده، هيفضل اللايت باصص على الاوبجكت بتاعنا اللي هو الفيجر. هنعلم على الديسك لايت تاني علشان نشوف الفاليو بتاعة السبريد، ودي زي ما احنا شايفين بتتحكم في الوسع بتاع اللايت، يا اما بيبقى مقفول زي ما احنا شايفين كده على حجم الديسك نفسه، او يبقى سبريدد قوي كده ويغطي المساحة كلها. بقية الاوبشنز هنا زي ما اتكلمنا قبل كده، مفيش حاجة جديدة. هنرجع للتاب بتاعة لايت ونخلي الديسك لايت ده بوينت لايت. نرجع للتاب بتاعة مين ونعلي الانتنسيتي ل10. هنلاقي التاب بتاعة radius، ودي بتتحكم في الراديوس بتاعة السورس لايت نفسه لو احنا عايزين نظهره مثلا في السين، فده بيتحكم في كبره أو صوره زي ما احنا شايفين. كل ما كبرنا اللايت ده بيأثر على الشادوز بيخليها سوفت، كل ما صغرناها ده بيخلي الشادوز defined و hard زي كده. وبرضو بقية الاوبشنز هنا زي الباقي. نرجع للتاب بتاعت لايت ونخلي البوينت لايت ديت كواد لايت. هنروح للتاب بتاعت مين ونخلي الانتنسيتي 10، وبرضو في عندنا ويتس وهايت عشان نتحكم في الويتس والهايت بتاع اللايت نفسه. وفي عندنا الاوبشن بتاع roundness، لو عليناها هنخلي الشيب بتاع الكواد لايت يبقى دايرة، لو قللناها بيرجع كواد زي ما هو. خلينا نبتدي بالسبريد. لو قللنا السبريد زي ما احنا شايفين الفول اوف بيقفل لحد ما يبقى مفيش فول اوف خالص عند الفاليو 0. ومن هنا ممكن نعرف السوفت ايدج بتعمل ايه. لو علينا الفاليوز بتاعتها بتخلي الايدجز سموز اكتر بدل ما هي كانت شارب زي ما احنا شايفين كده. برضو بقية الاوبشنز زي بقية اللايتس اللي احنا قلناها قبل كده. هنرجع للتاب بتاعت لايت، ومن التاب هنختار اخر لايت في اللايتس اللي بيبقى ليها شيب السبوت لايت. هنروح على التاب بتاعت مين، نعلي الانتنسيتي ل10 ونقول
الكون انجل دي بتعمل ايه. لو عليناها زي ما احنا شايفين على اليمين كده، السبوت لايت بيتحول ان هو يبقى شبه الديسك. ممكن نقللها تاني نخليها 40. البنيومبرا انجل دي بتتحكم في الفول اوف بتاع اللايت جوه الكون زي ما انتم شايفين. بعد كده في الاسبكت ريتيو دي بتخلينا نتحكم في شكل الكون كله. لو احنا محتاجين بدل ما ان هو كون او دايرة بنخليه إليبس زي كده. بعد كده في عندنا الدروب اوف، ودي بتتحكم في الفول اوف بتاع اللايت ما بين النمبرا انجل من جوه لحد اخر الكون على الحرف زي كده. بعد كده في عندنا radius، ودي بتتحكم في السورس radius نفسه زي ما احنا شايفين زي ما عملنا في البوينت لايت. بعد كده في عندنا اللينس radius، ودي على العكس بدل ما بتتحكم في الراديوس بتاع الكون بتتحكم في الراديوس بتاع اللينس اللي بتemit اللايت من فوق. بعد كده في عندنا الراوندنس، ودي بتتحكم في هل اللايت بعد ما بينزل على الاوبجكت بيبقى راوندد ولا لو قللناها بياخد الشيب بتاع الاوبجكت ويبقى اكنه كواد زي كده. وبقية الاوبشنز اللي هنا كلها زي بقية اللايتس زي ما شرحنا قبل كده. بعد كده خلينا نروح للتاب بتاعة لايت ونخلي السبوت لايت دي مش لايت. طبعا مش شايفين حاجة خالص، وده علشان المش لايت. هنرجع للتاب بتاعة المين، هنلاقي في حاجة جديدة ظهرت اسمها مش، فاحنا كده محتاجين مش نحطها هنا. فهنروح للفيجر ونسحبه ونحطه في التاب دي، وستيل برضو مش هيحصل حاجة. وده عشان زي ما النيم هنا بيسجست احنا محتاجين مش، والفيجر هنا still primitive object. فهنروح للفيجر ندوس رايت كليك وندوس connect object plus delete. بعد كده هنرجع للمش لايت نسحب الفيجر ونحطه جوه المش تاب. هنبتدي نشوف زي لايت هنا كده. خلينا نعلم على الفيجر وندوس اي ونحركه لفوق شوية. نرجع للمش لايت ونعلي الانتنسيتي نخليها 10. اللايت مش احسن حاجة عشان اليوسج بتاعة المش لايت اصلا هي اننا نعمل النيون افكت اللي احنا بنشوفه اللي بيبقى مكتوب بيه على اليوفط والحاجات اللي زي كده. فعشان نوصل للإفكت ده هندوس على Light Visible، نعلم على التشيك بوكس دي. هنبتدي نشوف الفيجر بتاعنا وهو بيemit لايت. في اوبشن تاني بتاع ان احنا يبقى لينا Custom Intensity عشان تخلينا نقدر نتحكم في الانتنسيتي بتاعة الإيميتد لايت اللي طالع من الأوبجكت نفسه ليه هو، مش اللايت اللي بينور السين. بمعنى الانتنسيتي العادية دي بتتحكم في اللايت اللي بينور السين، فكل ما نعليها أو نقللها بتتحكم في النور اللي في السين نفسه. على العكس الفاليو بتاعة الفيزيبل انتنسيتي لو قللناها هتقلل الانتنسيتي بتاعة اللايت اللي طالعة من الأوبجكت، ولو عليناها بتعليها لحد ما توصل للأبيض. خلينا نغير الكالر، خلي اللون ده مثلا. لو قلنا ان احنا عايزين نشوف اللون اكتر فهنقلل الفاليو دي نخليها 0.2. كل ما نقللها هنشوف اللون اكتر، وكل ما نعليها هيبتدي اللون يتحول للأبيض. دلوقتي خلينا ننزل ال distant light. البوزيشن بتاع ال distant light مش مهم عندنا في أي حاجة، أهم حاجة عندنا بالنسبة لل distant light وهي الروتيشن بتاعه. فهندوس R ونخليه يبص على الأوبجكت بتاعنا زي كده، وخلينا نخلي ال intensity 2. في عندنا هنا اوبشن اسمه انجل، وده بيتحكم في السوفتنس او الهاردنس بتاعة الشادوز اللي عندنا في السين،
اللي بتتأثر بالديستانت لايت. كل ما بنعلي الفاليوز بناخد soft distorted shadows، وكل ما بنقللها بتبقى hard defined shadows. وبنستعمل distant light في اننا نفيك السانلايتس علشان هو بيبقى source light بعيد جدا، فكل الريز اللي طالعة منه بتبقى متوازية، فمن خلاله بنقدر نوصل لللوك بتاع الصن. خلينا نروح على قائمة أرنولد وننزل أرنولد سكاي. بنلاحظ إن هي بتإميت لايت من كل الاتجاهات، وده بيبقى من خلال اللون اللي احنا مختارينه جوه الأرنولد سكاي، عشان السكاي دي عبارة عن سفير كبيرة جدا بتحيط بالمشهد بتاعنا من جميع الاتجاهات وبتإميت لايت عليه. في الغالب بنستعملها علشان نقلد لايت سيت اب موجودة في استوديو، بنعمل لها كابتشر من خلال ان احنا نخليها HDRI image، وبعد كده نستعمل ال HDRI image دي جوه السينما 4D عشان نوصل لنفس اللايت اللي احنا كنا مستعملينه في الاستوديو. فالاوبشن الاولاني ان احنا نستعمل color، فخلينا نغير الكالر لاي حاجة، او اننا نستعمل HDRI image من خلال ان احنا نجيب HDRI image ونحطها. بنعلم على الدروب داون ده ونختار texture ونختار اي HDRI image عندنا. دي HDRI image لسيت اب لايتنج جوه استوديو. زي ما احنا شايفين احنا بناخد نفس اللايتنج بتاعها وبيبقى موجود عندنا في البرنامج. ممكن نعلي الانتنسيتي والاكسبوجر زي ما احنا عايزين، وبقية الاوبشنز زي بقية اللايت. وده كان سيكشن اللايت في أرنولد.